لو عندك سمك زي كده مجمد في الفريزر، اقول لك ازاي تتعاملي معاه وعشان يبقى حلو ويبقى اللحم بتاعه كأنه طازه وفريش ولسه جاي وكده. اول حاجه السمك لما تجيبيه ما تعمليش فيه اي حاجه. لو انت هتجيبيه وتشيليه في الفريزر زي ما انت جايباه، ما تغسليهوش وتعمليش فيه اي حاجه، سواء كان بولتي سواء كان ماكريل سواء كان اي نوع سمك، تشيليه في الفريزر كده يتجمد على وضعه من غير ما اي ميه تيجي عنده. بعد كده زي ما انت شايفه لما تيجي تفرجيه عشان تعمليه في طبق كده في ميه وتحطيه لحد ما يفك معاكي خالص. الطريقه دي هتخلي السمك يبقى فريش معاكي. بعد كده بعد ما تغسليه وتنضفيه تعمليه بقى باي طريقه انت بتحبيها، سواء هتعمليه كده مفتوح، ده الماكريل مثلا، وتحشيه هنا سلطه وطماطم وبصل وفلفل اخضر وتوم وليمون والحاجات دي، وتحشيه وتعمليه في صينيه وهيطلع معاكي بالطريقه الحلوه دي. او سواء تعمليه سنجاري مفتوح او اي حاجه. الغرض ان انا اقول لك ما تحطيش السمك تغسليه في ميه وتحطيه في التلاجة، الميه بتتلج عليه، تيجي تطلعيه بتلاقي لحم السمك دايب، الا السمك اللي هتقليه ده بتنضفيه وبتبهريه كده ببهارات مجففه وحاجات من دي، توم باودر وبصل باودر والكلام ده كله. وطبعا بتكوني صفطيه كويس وتحطيه في اكياس وفي التلاجة. او هتشوي السمك بنفس الطريقه دي، او هتشوي السمك بالطريقه دي، هتنضفيه من الخياشيم وتغسليه كويس بعد ما يكون فك وتعمليه في رده وتشويه. وده سمك شركه السحاب يا جماعه. أنا مش عايزه اقول لكم شايفين قد ايه السمك من كتر ما هو فريش وما شاء الله، ده متشال كمان في الفريزر لفتره طويله وخرج. شايفين قد ايه كميه الدهون اللي في السمك. هتخرجي السمك كده وبعد كده تعملي له خلطة في الخلاط عبارة عن ليمون وتوم وفلفل أخضر وخضرة والحاجات من دي وتحطيه عليه. طبعا ناس السواحل كلها عارفين السمك ده معمول مقفول بأي طريقة بقى انت بتحبيها. يا رب تكون فكرة الفيديو عجبكم. وإن عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ومع ألف سلامة.